اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من قناه كينج هيستوري، القناه اللي بتتكلم عن كل الحضارات من بدايتها لنهايتها. وان شاء الله النهارده هتكلم معاكم عن ملك جديد وهو الملك نفر إركارع. والملك نفر إركارع هو الملك الثالث في الاسره الخمسه، ومعنى اسمه هو الجمال هو روح رع. ميزت الاسره الخمسه عن اي اسره تانية بان عهدها هو عهد نهايه هياكل الهرميه العظيمه في الدوله القديمه بالتحديد. في عصر الأسرة الخمسة الأهرامات كان شكلها متوحد بشكل كبير على الرغم من انتشار زخرفة الإغاثة المعقدة. بس هرم الملك نفر إركارع انحرف بشكل كبير جدا عن مسار الأسرة الخمسة، واتبنى في الأصل على أساس إنه هرم مدرج. النوع ده من التصميمات اتعرف في مصر بالتحديد بعد نهاية عصر الأسرة الثالثة، وتم بعد كده تنفيذ الهرم في الخطوة الثانية مع تعديلات بتهدف لتحويله لهرم حقيقي. ورغم كل اللي عمله الملك نفر إركارع إلا إن هرمه ما قدرش إن هو ينهيه في عهده، وأكمل الهرم بعد كده خلفاء الملك. طبعا خلفاء الملك ما اهتموش بهرمه جدا، وأنهوا أعمال الهرم ده بمواد بناء أرخص بسبب طبعا الاستعجال اللي كان موجود في مجمع أهرام الملك نفر إركارع. طبعا الهرم افتقر لوجود معبد جنائزي او جسر بيوصل المعبد الجنائزي لمجمع الاهرام او بمعبد العباده، وبدل ما يكون في معبد جنائزي ومعبد عباده استبدلها المسؤولين بمستوطنه مبنيه جنوب الهرم متكونه من مجموعه بيوت مبنيه من الطوب اللبن استخدمها الكهنه في ان هم يمارسوا انشطتهم العباديه، ويقدروا برضو من خلال المستوطنه دي ان هم يحرسوا الهرم. بيأكد على الكلام ده برديات ابو قير اللي تم اكتشافها في تسعينات القرن الماضي. طبعا ما قدرش المسؤولين اللي اكتشفوا برديات ابو قير ان هم يرجعوا البرديات دي لاماكنها في مدينه الهرم، وكان ممكن لو رجعوها لمدينه الهرم ان هي تتدمر بسبب ان الهرم هيكله مش قوي، ومدينه الهرم برضو مبنيه من الطوب اللبن فهيكلها مش قوي وممكن تتهد في اي لحظه. الهرم اصبح في الاصل جزء من مقبره عائليه اكبر. يوجد بجوار الهرم بعض المعالم الأثرية زي مقبرة الملكة خنتكاوس الثانية. وجود برضو مقابر أبناء الملك وهم نفر إفرع وني وسر رع. تم الانتهاء من مجمع أهرام الملك نفر الرع في عهد ابنه ني وسر رع. ومجمع أهرامات الملك نفر إركارع موجود أعلى مقابر أبو قير بين هضبة الجيزة وآثار سقار. طبعا مدينة أبو قير كانت بتمثل أهمية كبيرة جدا في عصر الأسرة الخمسة، وده بسبب إن الملك أسركاف أول حاكم في عصر الأسرة الخمسة بنى معبد للشمس في أبو قير، وتبعه في حاجة زي دي ابنه أو الخليفة ليه الملك ساحورع، وقدر إن هو يبني في أبو قير أول مقبرة بنسك تذكاري جنائزي. وكان الملك نفر إركارع يعتبر تاني ملك يدفن في منطقة أبو قير. بيقترح عالم المصريات الدكتور جارومير كريجي بعض الفرضيات في أمر مجمع أهرام الملك نفر إركارع. والفرضية الأولى بتقول إن الملك نفر إركارع نأى بنفسه عن الملك ساحورع وعمل خطة إن هو يعمل مقبرة ويعمل فيها بعض النقوش عشان يميزها عن مقبرة الملك ساحورع. دي الفرضية الأولى. الفرضية الثانية بتقول إن بسبب الضغوط الجيولوجية اللي موجودة في الأرض في منطقة أبو قير بالتحديد، وخصوصا المنحدر اللي موجود من مجمع أهرام الملك ساحورع ومجمع أهرام الملك نفر إركارع، ده اتطلب من الملك نفر إركارع إن هو يحدد مكان تاني بعيد عن المنحدرات عشان ما تسببش الانحدارات دي تشوه وتصدع في أهرام أو مجمع أهرام الملك نفر إركارع. والفرضية الثالثة معانا بتقول إن الملك نفر إركارع اختار أعلى نقطة موجودة في منطقة أبو قير واختارها عشان يبني عليها مجمع الأهرام بتاعه عشان يضمن الهيمنة والسيطرة على منطقة أبو قير ومعاها منطقة سقار. الفرضية الرابعة للدكتور جارومير بتقول إن الملك نفر إركارع كان قاصد إن هو يختار المنطقة دي وهي أعلى نقطة في أبو قير عشان يقدر الملك نفر إركارع يعمل تصميم هيكلي ويغير مصر بالكامل ويبني حاجة اسمها مصر الجديدة. وبعض المهندسين اللي كانوا بيستكشفوا منطقة أبو قير قدروا من خلال التصميمات الهندسية وإن هم يحطوها على ورق اكتشفوا إن في خط واصل بين مجمع أهرام الملك ساحورع
ومجمع اهرام نفر إركارع ومقبرة ابنه نفر إفرع. المحور ده او الخط ده بيشبه لحد كبير جدا الخط او المحور اللي بيوصل بين الزوايا الجنوبية الشرقية لأهرامات الجيزة، وبيربط بينها وبين مجمع الأهرامات الكبير اللي موجود لأكتر من ملك في منطقة أبو سير. وكده يا جماعة أكون وصلت معاكم لنهاية حلقة النهاردة، وإن شاء الله الحلقة الجاية أكمل كلامي معاكم عن آثار وأهرام الملك نفر إركارع، وهتلاقوا لينك الفيسبوك والتيك توك والقناة بتاعتي تحت في الديسكريبشن. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.